عايز تقدم في معهد السينما بس مش عارف ازاي تجهز الاختبارات، مش عارف ايه اصلا هي الاختبارات بتاعت معهد السينما. طب عارف ايه هي الاقسام اللي ممكن تدرس فيها جوه المعهد؟ اهلا بيك، انا حازم مصطفى، مخرج وسيناريست، وده برنامج كادري مصري، وبعمل معاكم سلسله من الفيديوهات بتعرفكم ازاي تستعدوا لاختبارات المعهد العالي للسينما. والنهارده هقول لك ازاي تختار القسم المناسب ليك من اقسام المعهد العالي للسينما. جاهز تعرف؟ يلا بينا. بص بقى يا سيدي، اولا انا عايز اتفق معاك اتفاق. انا كلامي هنا موجه لطالب عايز يدخل المعهد العالي للسينما لكنه مش عارف بالظبط هو ممكن يكون موهوب في ايه، او مش قادر يحدد شغفه تجاه ايه بالظبط. فانا هساعده يعرف موهبته في ايه وشغفه في ايه علشان يحدد القسم المناسب ليه من 7 اقسام في المعهد العالي للسينما. بص بقى يا سيدي، لو انت بتحب القراءة جدا، بتحب قراءة الروايات، بتحب قراءة القصص، بتحب تقرا في كل مجال، وبتحب كمان الكتابة وده مهم جدا، عندك حكايات كتير جدا حاسس انك عايز تحكيها، عندك القدرة ان انت تكون حدوتة بشخصيات واحداث واماكن وكل ده من خيالك، يبقى هنا القسم المناسب ليك هو قسم السيناريو. في قسم السيناريو هتتعلم ازاي تكتب سيناريو للسينما والتلفزيون والاذاعة بداية من الفكرة لحد الفورمات النهائي، وهتتعلم كمان الكتابة النوعية، يعني ازاي تكتب انواع مختلفه من الافلام زي الاكشن والكوميدي والرومانس والغنائي، وكمان هتدرس الدراما بدايه بقى من الدراما اليونانيه مرورا بدراما العصور الوسطى ودراما شكسبير والدراما الحديثه، وكمان هتدرس نظريات الادب، ده غير بقى باقي المواد اللي هتدرسها مع زملائك في الاقسام التانية. طيب لو انت برضو شغوف بالحكايات، شغوف بان انت تمسك رواية تقراها فتتخيل احداثها قدامك بصورة بصرية وتبدأ تتخيل احداثها قدامك على الشاشة، لو انت موهوب فعلا في قراءة الاشياء بين السطور وبتقدر ان انت تتذوق مجموعة مختلفة من الفنون، بتحب الفنون التشكيلية، بتحب الموسيقى، بتحب الباليه، بتحب المسرح، بتحب الروايات، وعندك كده خيالات في دماغك ان انا لو جبت الموسيقى الفلانية وظفتها مع الرواية الفلانية هعمل عمل جديد تماما، ويكون عندك استعداد ان انت تكون القائد لهذه العملية الابداعية بالكامل من بدايتها لحد نهايتها، يبقى اهلا بيك في قسم الاخراج. في قسم الاخراج هتتعلم الاخراج السينمائي والاخراج التلفزيوني والاخراج الاذاعي، وكمان هتدرس مدارس التمثيل في السينما والتلفزيون والمسرح، وهتتعلم ازاي تتعامل مع باقي فريق العمل وتوجههم من اجل مصلحة العمل الفني اللي احنا كلنا شغالين عليه، ده طبعا غير المواد العامة اللي هتدرسها مع باقي زملائك من الاقسام التانية. طيب بتعرف بقى تحكي حدوتة؟ تعرف تلخبط الحدوتة وتلخبط تفاصيلها وتحكيها لي بطريقة تانية؟ طب تعرف تعمل من الحدوتة دي كذا مسار؟ طب تعرف تعمل من الحدوتة دي كذا حدوتة تانية؟ عندك إحساس بالإيقاع اللي حواليك، بتعرف إمتى الدنيا ماشية برتم سريع أو برتم بطيء، تعرف كده تتذوق تناسق الألوان، التكوينات الفنية في اللوحات التشكيلية، بتعرف تسمع موسيقى كويس؟ طيب يبقى أنت كده تروح لقسم المونتاج. في قسم المونتاج هتتعلم المونتاج السينمائي على أصوله بقى، يعني مش مجرد شوية برامج وخلاص، هتتعلم ازاي تحكي حدوتة بالمونتاج، ازاي تكون مسؤول عن اخراج النسخة النهائية من الفيلم بمساعدة المخرج وباقي فريق العمل، وكمان هتتعلم الفرق بين المونتاج السينمائي، مونتاج الاعلانات، مونتاج الكليبات، ومونتاج المسلسلات التلفزيونية. بس خد بالك، ودي نصيحة مني ليك، لو انت ما عندكش خلفية كويسة في الكمبيوتر قبل ما تقدم لقسم المونتاج، روح اتعلم شوية حاجات ليهم علاقة بالمونتاج، زي مثلا اتعلم مبادئ ادوبي بريمير، اتعلم مبادئ الدافنشي، اتعلم مثلا برنامج زي فاينل كات. الله، هو انا هتعلم الحاجات ديت قبل ما ادخل المعهد؟ اما انا داخل المعهد اتعلم ايه؟ ما انا قلت لك بقى في الاول، انت داخل تتعلم المونتاج السينمائي على اصوله، داخل تتعلم ازاي تحكي حدوته بالمونتاج، فانت لازم تكون جاي وانت معاك ادواتك. صدقني صدقني هتتعب قوي في دراستك لو انت ما بتعرفش تتعامل على برامج المونتاج ولو بشكل بيزكس كده، بشكل مبادئ بسيطه، تكون بتعرف ازاي تقطع الفيديو وازاي تحط فيديو جنب فيديو وهكذا، حاجات بسيطه. ومع الوقت في المعهد انت هتتعلم وتتقن البرامج دي كويس قوي، لكن عشان تبدا تشتغل وايدك تاخد على الشغل لازم يكون عندك خلفيه كويسه عن برامج المونتاج المختلفه. طيب بتحب الموسيقى؟ بتحب الدوبلاج؟ بتحب التسجيلات الصوتية؟ لو سمعت آلتين موسيقيتين جنب بعض هتعرف تفرق دي وتريات ولا نفخ؟ اتفرج كده على افلام الكرتون المدبلجة ونفسك تتعلم ازاي تعمل الدوبلاج ده؟ طب يا سيدي، يبقى هنا بقى انت تدخل قسم هندسة الصوت، بس خد بالك في حاجة مهمة جدا لازم تكون عارفها، قسم هندسة الصوت بيقبل بس القسم العلمي من الثانوية العامة، ولازم لازم 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 وضروري يكون مفيش مشاكل بينك وبين الفيزياء. طب انا ما بحبش الفيزياء
وبحب الكيمياء وماليش انا في المزيكا والكلام ده، خش كليه علوم. اسمع مني والله، خش كليه علوم هترتاح هناك اكتر يعني. لكن بقى لو بتحب الفيزياء وخريج القسم العلمي في الثانويه العامه، تحب الموسيقى، تحب الاصوات، تحب الدوبلاج، يبقى اهلا بيك في قسم هندسه الصوت. في قسم هندسه الصوت هتتعلم كل ما يخص شريط الصوت السينمائي، وتتعلم كمان تسجيل الصوت في اللوكيشن وجوه الاستوديو، وتتعلم كمان المكساج، وكمان هتتعلم هندسه الصوت للموسيقى والتسجيلات الصوتيه. ده طبعا غير باقي المواد العامه مع زملائك في الاقسام التانية. نيجي بقى للناس اللي بتعشق التصوير، في عشق بينهم كده وبين الكاميرا. عندك قدرة على تكوين صورة جميلة جدا، احساسك عالي بالإضاءة والألوان، وعندك تذوق كده للفنون البصرية زي الفنون التشكيلية. تحب الفوتوغرافيا مثلا، عندك قدرة على تذوق الجمال كده، يبقى مكانك بقى في قسم التصوير، عشان في القسم ده هتتعلم التصوير السينمائي، التصوير التلفزيوني، وكمان التصوير الفوتوغرافي، وكمان هتدرس إخراج سينمائي وتلفزيوني. ده غير باقي المواد العامة مع زملائك في الأقسام التانية. لكن بقى لو انت بقى بتحب الرسم، تحب الكاريكاتير، الانيميشن، تحب تتفرج على انيميشن كتير، عندك استعداد ان انت تحكي حدوته كده من شويه رسومات، تتخيل شخصيه كرتونيه وتسميها اسم وتعمل لها صوت وتعمل لها حدوته وتاريخ شخصيه وكده، يبقى مكانك في قسم الرسوم المتحركه، قسم الانيميشن. في قسم الرسوم المتحركه بقى هتتعلم الرسم والتحريك، وازاي تبني شخصيه كرتونيه، وازاي تكتب لها سيناريو، وكمان هتتعلم الاخراج السينمائي والتلفزيوني واخراج الرسوم المتحركه بشكل خاص، طبعا بالإضافة للمواد العامة مع زملائك في باقي الأقسام. طيب انا بحب ارسم برضو، لكن يعني مش رايح قوي للرسوم المتحركه، لكن انا بحب ارسم الناس، ارسم بورتريه لشخص، ارسم الحياه العامه اللي قدامي اللي انا شايفها. وبحب قوي الفنون التشكيليه بكافه اشكالها، بحب النحت، بحب اشوف قوي تمثال مثلا معين، بحب اشوف قوي التمثال ده والخامه اللي مصنوعه منه او الخامه اللي اتنحت منها، بحب اشوف اللبس ده والخامات اللي اتصنعت منه، وازاي يتصمم الشكل بتاع الفستان والشكل بتاع المبنى والشارع دوت والحاجات الجميلة اللي بشوفها. وبحب التصميم وبحب الرسم، لكن مش بالضرورة رسوم متحركة. واحب قوي كمان بقى ان انا انزل اتفسح في شوارع القاهرة القديمة، فانزل شارع المعز واشوف المباني القديمة اللي لسه موجودة لحد دلوقتي، واشوف الفرق ما بين المبنى ده بالطراز بتاعه القديم والمبنى الجديد اللي في الشارع اللي وراه بالطراز التاني، واشوف الفرق في التصميم وفي العمارة. بحب قوي اتفرج على الآثار، بحب قوي اشوف تاريخ الفن وتاريخ التصميم، تاريخ تصميم الملابس مثلا. بس هنا انت مكانك قسم هندسة المناظر. في القسم ده بقى هتتعلم تصميم وتنفيذ الديكور السينمائي والتلفزيوني، وكمان تصميم الديكور الداخلي الانتريور، وكمان هتتعلم تصميم الازياء للسينما والتلفزيون. ده غير بقى باقي المواد العامة مع زملائك في الاقسام التانية. نيجي بقى للناس الإدارة، الناس اللي دماغها عالية، بتحب السينما بس الإدارة في دمها كده، تحب الحسابات والجداول، كل حاجة تكون منظمة ومعمول حسابها. عارف انت الناس دي اللي هو بيبقى شيت اكسل كده ماشي على الأرض، ده بقى يروح قسم الانتاج. في قسم الانتاج بقى هتتعلم اداره وتنفيذ الانتاج السينمائي ماليا واداريا. بس خد بالك، لو بس اهتماماتك بالحسابات والارقام والجداول وكده هتتعب قوي في دراستك، لان انت داخل تدرس في معهد السينما، فلازم اصلا يكون شغفك الاساسي هو السينما. وطبعا هتدرس المواد العامه مع زملائك من الاقسام التانية. انت بقى عمال تقول لنا في كل قسم المواد العامه. ايه هي المواد العامه بقى؟ المواد العامه ديت انك هتدرس مبادئ كل حاجه في السينما، يعني هتدرس مبادئ هندسه المناظر، مبادئ السيناريو، مبادئ الاخراج، مبادئ التصوير، مبادئ هندسه الصوت، مبادئ الرسوم المتحركه، كل حاجه. حتى لو انت في قسم تاني، يعني مثلا هكون في قسم سيناريو وادرس مبادئ هندسه الصوت، هتكون في قسم اخراج مثلا وتدرس مبادئ هندسه مناظر، عادي جدا. هي دي المواد العامه اللي بناخدها كلنا، كل الأقسام بياخدوها في سنة أولى، غير طبعا باقي المواد التانية زي فن الموسيقى، الفنون التشكيلية، تاريخ الفن، التذوق السينمائي، تحليل الأفلام. كل دي مواد عامة غير مواد التخصص هتدرسها كلها مع زملائك من الأقسام التانية. طيب فاضل بقى نعرف ازاي نستعد لاختبارات المعهد العالي للسينما، وهو ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي. فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك الفيديو اللي جاي أول ما ينزل. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات ناوي تقدم في معهد السينما في قسم ايه، ولو شايف ان الفيديو ده استفدت منه اعمل لايك، ولو شايف ان هو ممكن يفيد غيرك اعمل شير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم واشوفكم في الفيديو الجاي.